أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. في الفيديوهات اللي فاتت ما اتكلمناش كتير أو ما قعدناش مع بعض كده واتكلمنا عشان كان ترتيبات ونظافة وسكن، فالحمد لله خلصنا نهائيا. وكمان ما تنسوش برضو إن امبارح كان الحمد لله وقف الحرب في غزة، فالواحد في غاية السعادة، فالحمد لله ربنا يجعلهم منصورين دائما. الفيديو ده فيديو مختلف شوية، جاي أقول لكم عن حاجات في النظافة الشخصية لازم تكونوا عارفينها. مش كل الناس هتقول لكم عليها، فأنا جيت أقول لكم عليها. ممكن تعتبرني أخوك الصغير أخوك الكبير، يعني زي ما تعتبرني، بس بجد النصايح دي نصايح مهمة جدا. فجيت أنا أقولها لكم عشان لو محدش قالها لكم فهكون أنا قلتها لكم وتكونوا عارفينها. فالفيديو ده بجد طالع من القلب من عندي كده، إن شاء الله يوصل لقلوبكم كلكم، لأنها بجد نصايح أنا بنصحها لنفسي قبل ما بقولها لكم. فيلا بينا نبدأ الفيديو. وأول حاجة هنبدأ إن إحنا نتكلم عليها، وهي أول حاجتين، وهي شعر الإبط وشعر العانة. شعر الإبط وشعر العانة من الحاجات يا جماعة المهمة جدا 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 جدا، إن إحنا لازم نتخلص منها لأنها بتعمل ريحة وحشة جدا. شعر الإبط إن إحنا لازم ننتفه، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أنتوا لازم تنتفوا شعر الإبط. طبعا أنا بحاول أحط لكم الحديث لأن أنا مش فاكر الحديث بالظبط. وشعر العانة لازم إن إحنا نخفف منه جدا، لان الاتنين لو سبتهم يكبروا والشعر يكبر فيهم هيعملوا ريحة وحشة جدا، وهتكون بصراحة الريحة كريهة. فأهم حاجة وأحسن حاجة إن أنت تنتف أو إنك تحلق شعر الإبط كل 40 يوم. نفس الكلام شعر العانة، إن أنت برضو تحلقهم أو تخفف منهم. تالت حاجة بقى، إحنا لسه مستمرين عن الشعر، وهو يا جماعة شعر المناخير. من الحاجات برضو اللي مش بتبقى حلوة كنظافة شخصية أو إن حد يشوفك كده. ما ينفعش إن شعر مناخيرك لو أنت مثلا بتحلق دقنك يكون شعر مناخيرك كبير جدا، ما ينفعش. وكمان برضو يبقى أنت عندك مثلا دقن كده وتلاقي شعر مناخيرك بيبقى كبير جدا. عارف إن شعر المناخير بيعمل دور كبير جدا في إن هو يمنع البكتيريا ويمنع أي فيروس يدخل المناخير وهكذا. ولكن نحاول إن إحنا يا جماعة وإحنا مثلا بنيجي نحلق دقننا ان احنا نقص شعر مناخيرنا، او كمان بيبقى في المكنه دلوقتي اللي هي مكنه تتحط تبع المناخير كده، تبدا ان انت تقلل شعر المناخير نهائي، لان يعني من الحاجات فعلا فعلا اللي بتدي شكل مش حلو. رابع حاجه برضو هو لسه على الشعر، وهو الاذن يا جماعه. في ناس شعرها بيطلع على الودان كده، برضو دي من حاجات مش حلوه. طبعا كل ده يا جماعه بيكون غصب عننا، طبيعي جدا، وبتختلف الجينات بتاعت كثافه الشعر او طلوع الشعر الكتير على حسب كل واحد. ولكن لو انت عندك حاجه من دول لازم ان انت تاخد بالك منها. ليه؟ لان هي بتدي منظر مش حلو، وكمان بتدي في النظافه كده تحس ان انت شخص مش نظيف. لما يكون الشعر بيطلع عند ودانك كده، حاول ان انت برضو تعمله بالملقاط او باي حاجه تقدر ان انت تحاول ان انت تشيله. وكمان في جوه الودان بيبقى فيه شعر كتير برضو، تحاول برضو انت تتخلص منه. طالما اتكلمنا عن الودان، فهو خامس حاجه برضو هتكلم عليها جماعه الشمع اللي بيجي في الودان. عارف ان الحاجه دي برضو بتكون غصب عننا، انا بتكلم يا جماعه عموما ان كل حاجه بتبقى غصب عننا، بس لازم ناخد بالنا منها. الشمع برضو في الودان ما بيبقاش حلو، او الودان ما بتبقاش نظيفه، ودي حط تحتيها 40 خط. لان فعلا يا جماعه في ناس كتيره ما بتهتمش بودانها، مع ان الحاجه دي بتبقى ملحوظه لما بيبقى حد قاعد جنبك، لما بيبقى مثلا حد بيكلمك من الجنب، بتبقى ملحوظه جدا وبتبقى شكلها وحش، فعلا بتقول ان الشخص ده مش نظيف نهائيا. فلازم برضو ان انت تنظف ودانك كل يوم. وسبحان الله يعني ده احنا بنصلي 5 صلوات في اليوم، فبنتوضى 5 مرات، فاكيد لازم وداننا تبقى نظيفه. سادس حاجه يا جماعه وهي الفم او البق. ريحه البق جماعه، والله ريحه البق دي بتفرق جدا. انا لما باجي اكلمك وش لوش او حد بيجي يكلمك معاك، الريحه بتفرق جدا وبتطلع وبتبقى ريحتها مش حلوه نهائيا خالص. فلازم حضرتك كل يوم الصبح تغسل سنانك قبل ما تنزل. ما تقولش انا كنت مستعجل، لا، تغسل سنانك قبل ما تنزل. في معجون مسواك مش منقطع، في منه بالنعناع وفي منه بالقرفه، تحفه. فبجد هيغير طعم او ريحه كمان بقك. وكمان في حاجه كده اسمها سبراي فريش للماوس، هبقى احاول احطها لكم صورتها دلوقتي. ده يبقى رشتين كده هما بالنعناع، ترش رشتين قبل ما تنزل، هتلاقي ريحه بقك نعناع وريحتها تحفه جدا، فهتفرق معاك قوي. قبل ما نسيب بقى الوش كده وندخل على باقي الجسم، عايز اقول لك ان شعرك يا جماعه برضو بيفرق ريحته قوي قوي قوي. هتقول لي ازاي؟ يا جماعه اللي ما بيغسلش شعره بيستحمى وما بيغسلش شعره، اكيد شعره هيربي قشره،
وشعره هيكون دهني وشعره هيكون ريحته وحشة. فأرجوك تغسل شعرك، ما تقولش أصل أنا باكسل أغسل جسمي بس وأخرج أو مَيّة بس يا دوبك، لأ تغسل شعرك بشامبو عشان خاطر ما يربّيش قشرة، ما يعملش حاجات دهنية في شعرك، ما يبقاش ريحته وحشة، لإن فعلًا في أحيانًا شعر بيبقى ريحته مش حلوة، تحس الشعر مخمخم كده وتحس إن ريحته مش لذيذة. وكمان لو أنت غسلت شعرك وعايز شعرك يبقى ريحته حلوة، في حاجة اسمها hair mist. hair mist ده بترش spray كده، يعني شبه البرفان بس برفان للشعر، بيبقى برضه خلاص يعني حاجات خلاصات طبيعية بتبقى للشعر، بتبقى حلوة أوي برضه ترشها spray كده على شعرك. وكده إحنا خلصنا ناحية وشنا كده، ندخل بقى على باقي جسمنا. أول حاجة يا جماعة هو الدراع. عايز أقول لكم إن المنطقة دي والمنطقة دي من الحاجات من كتر الحركة أمّا إحنا بنقعد نتحرك كده بتعمل عرق، فالعرق ده بيخلّي المنطقة مش نضيفة، فتحاولوا برضه إن أنتم تهتموا بالمنطقة دي جدًا، لإن هي بتبان وما بتبقاش حلوة نهائيًا، فحاولوا إن أنتم تهتموا بالمنطقة دي. وبرضه سبحان الله يعني إحنا بنتوضّى 5 مرات، فلازم إن إحنا يعني نلمس دراعنا كلّه لحد المنطقة دي. فسبحان الله إن الوضوء عمومًا إن هو بيخلّي إن أنت نظيف شخصيًا كلّه، فخلّي بالكم برضه من منطقة الدراع دي. وكمان أنا مش عارف بصراحة دي رقم كام، فهابقى أحطها لكم هنا. وكمان الضوافر، جماعة ما حدش يسيب لي الضفر ده، أرجوكم، ولا الضفر ده، بجد منظر يعني لو في أقل من البيئة والقذارة هاقولها، لإن بصراحة منظر بشع، بشع ما تعرفش ليه أنا أصلًا باشيلها عشان مش عارف أشيل مثلًا المسطرة من على الترابيزة، مش عارف بتعمل إيه، باستخدمها منظر بشع يا جماعة، بشع، وِحِش. وحتى يعني هاسأل لكم الناس كلّها سواء كان يعني لو أنت عامل كده للبنات كمان، البنات أصلًا ما بتحبش المنظر ده. نجيبها على بلاطة يعني، تمام. فالمنظر ده منظر مش حلو نهائيًا، ويعني بجد يعني أي حد باشوف أصلًا منظر صباع الضوافر اللي هو بيطلع ده، باحس إن هو شخص مش نضيف أصلًا، يعني مهما بقى حاطط برفانات ومضبّط نفسه، طالما صابعه كده ضفر طالع كده، باحس إن هو خلاص الشخص ده sorry مش نضيف خالص. فأرجوكم يعني تقصّوه، ما لوش لازمة والله، ما لوش لازمة. وكمان خلّي بالك من ضوافرك برضه، إن أنت تخلّي ضوافرك يعني قدر الإمكان شكلها مُهندم وحلو، لإن هي برضه بتفرق. وآخر حاجة بقى، ما رضيتش أطوّل في الفيديو ده كتير، وهو آخر حاجة وهو الشراب وريحة رجلك. يا فندم أرجوك، أرجوك ما تلبسش الشراب أكتر من مرّة، الشراب يتلبس مرّة واحدة بس ويتحط في الغسيل، لكن ما تلبسهوش مرّتين ورا بعض، لإن مرّتين ورا بعض ده هيخلّي ريحة الكوتش بتاعتك ريحة جهنم. ما تلبسش الشراب أكتر من مرّة، هي مرّة واحدة بس، عشان خاطر الريحة، كمان عشان ما يقللش من شكلك وهندامتك كده. بس، وده كان معظم الحاجات بجد اللي أنا باشوفها إن هي بتفرق جدًا في النظافة الشخصية، ولو لقيت حاجة تانية هاحاول أعمل لكم part 2 من الفيديو أو أكتبها لكم في الcomments. فما تنسوش لو في حاجة برضه تانية بتحسوا إن هي فعلًا مهمة جدًا في النظافة الشخصية تقولوا لي في الcomments. وما تنسوش تتابعوني على الإنستجرام، باعمل سلسلة إزاي نهتم بنظافتنا وريحتنا الشخصية. وكمان ما تنسوش إن أنتم تعملوا subscribe وتشيروا الفيديو ده لأي حد أنتم بتحبوه. وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.